السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا مشاهدين قناة أبو زهرة الزراعية. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد هنتناول فيه مشكلة، هي مش مشكلة ولكن صفة موجودة في المانجا، ولكن أحد متابعينا على القناة حاول إن هو أو عاوز يفهم. هو في شجرة اسمها شجرة فص عويس وشجرة اسمها شجرة عويس، فدلوقتي هو ده الفيديو اللي هنتناوله الآن. زي ما حضراتكم شايفين في ثمار صغيرة وفي ثمار كبيرة اهي. الثمار الكبيرة دي اللي هي ثمرة شجرة العويس نفسها. الثمرة الصغيرة دي اللي هي فص العويس. ايه الفرق بين الثمرتين؟ هنقول ثمرة العويس هم موجودين بالمناسبة زي ما حضراتكم شايفين على شجرة واحدة، هي شجرة العويس. طب ايه الفرق بين فص العويس وشجرة والمانجا وثمرة العويس نفسها اللي هي الثمرة الطبيعية؟ هنقول ان ثمرة العويس دي ثمرة بتبقى حصل ليها عمليتي التلقيح والاخصاب في ظروف مناخية مناسبة، فأدت إلى نجاح العمليتين دول بنسبة 100% بدون أي مشاكل. طيب، فص العويس جه ازاي؟ فص العويس ده بيبقى حصل للزهرة عملية تلقيح، ولكن عملية الإخصاب ما تمتش، أو ممكن عملية الإخصاب تتم ونتيجة ظرف مناخي معين زي انخفاض درجة الحرارة أثناء الليل، أو ارتفاع درجة الحرارة أثناء النهار، أو رياح شديدة أو أمطار غزيرة قوية أدت إلى إجهاض الجنين. يبقى أنا النهاردة فص العويس هو عبارة عن عملية النجاح، عملية التلقيح مع عدم عملية إنجاح الإخصاب، أو نجاح عملية الإخصاب ثم إجهاض للجنين بسبب ظروف مناخية غير مناسبة لإتمام عملية الإخصاب. يبقى احنا كده عرفنا إن الفرق ما بين الثمرة والفص هي صفة وراثية خاصة بالصنف نفسه. هي ممكن تبقى بالمناسبة، ممكن الصفة دي تبقى موجودة برضو في أصناف السكري، ممكن تبقى موجودة في أصناف البستور، ممكن تبقى موجودة في صنف النعوم بالنسبة للأصناف الأجنبية، ولكن بتبقى مش بحلاوة ولا بطعم فص العويس. بالمناسبة ثمار فص العويس طبعا زي ما حضراتكم عارفين السكريات بتبقى فيها عالية، ولكن السكريات في الفص بتبقى أعلى، وده راجع لأن ثمرة العويس إن فص العويس نسبة المواد الصلبة فيه أو نتيجة دخول كمية الكربوهيدرات اللي داخلة جوه الفص بتبقى داخلة على حاجة ثمرة صغيرة، فبالتالي هتبقى كمية السكريات أعلى. إنما هنا نفس كمية الكربوهيدرات اللي داخل هنا هو اللي داخل هنا، فبالتالي هنا هتبقى نسبة السكريات أقل شوية، ولكن مش هتبقى بدرجة ملحوظة قوي. فهنا ده سبب ارتفاع سكريات الفص عن ثمرة العويس نفسها. دي كانت هي اهم صفة عاوزين نوضحها للناس عشان نعرفهم ان مفيش حاجة اسمها شجرة عويس وشجرة فص عويس، هي شجرة واحدة، ولكن نتيجة التغيرات المناخية اللي بتحصل اثناء عمليتي التلقيح والاخصاب، فهنا هيحصل عندي حاجة من الاتنين، هيحصل يا اما ثمرة يا يحصل عندي فص. يبقى معنى كده ان لو عندي ظروف مناخيه، لو انا عندي الموسم بتاعي الظروف المناخيه بتاعته كويسه، هنلاقي نسبه الفص دي قليله جدا. انما عشان السنه دي كانت الشتاء كان اتاخر، الشتاء بدا دافي، بعد كده بدا الشتاء يخش علينا متاخر، مثلا بعد بعد نص فبراير، فبدا هنا يحصل انخفاض في درجه الحراره، عشان كده نسبه الفص على اشجار العويس هتلاقيها موجوده، وخصوصا يبقى نتيجة لانخفاض درجة الحرارة الليلية، خصوصا بقى في المناطق اللي هي بتبقى درجة أو الشتاء بتاعها طويل، زي المناطق الساحلية، زي في العلمين مثلا، الساحل الشمالي، إيدكو، رشيد، البحيرة بشكل عام. دي مناطق بتبقى الشتاء بتاعها طويل، فبالتالي تبقى نسبة الفص فيها أو على الأشجار في التوقيت ده بتبقى كبيرة زي ما حضراتكم شايفين كده. انما نسبة الفص لما بتبقى موسم المانجا ماشي طبيعي، التغيرات المناخية فيها قليلة، فبتلاقي نسبة الفص بتبقى قليلة، وبالتالي فنجد ان الفص بيبقى دايما سعره اعلى من الثمرة، من سعر ثمرة العويس نفسها. الكيلو العويس مثلا ممكن يعني مثلا بدأ السنة دي في 23 كيلو العويس بدأ ب 60 جنيه، السنة دي ممكن الفص يبدأ من 120 جنيه، لأن الفص هيبقى بيبقى عليه إقبال بالنسبة لبعض الأشخاص اللي هم عارفينه، لأن الثمرة بتاعته بتبقى
من جواها مفيش فيها بذرة، هي مجرد الغلافة فقط، نتيجة ان حصل تلقيح وما حصلش اخصاب او حصل اجهاض للجنين، فبالتالي الجنين مات فبدأت الغلافة بتاعته فقط، فبتلاقي البذرة مجرد غلافة فقط او قشرة بسيطة. ده اللي بيبقى موجود معانا، وده الفرق ما بين ثمرة العويس وفص العويس. وممكن يحصل في بعض انواع المانجا برضو الفص ده، زي قلب الطورز او السكري، او بالنسبه للاصناف الاجنبيه زي في النعومي، ولكن ما بقاش بدرجه ولا حلاوه طعم فص العويس. ودي صفه وراثيه خاصه بالشجره دي. وكان معكم اخوكم حسام ابو زهره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.